والله الحقيقة زمان كانت الأبهات يعني عندها ذرة حنية، كان في قلب كده، فاللي هو تلاقي أبوك بيناديه خد يا حبيبي تعالى خد العيدية، تقول له لا هو شكرا مش عايز والله معايا يعني، خد يلا العيدية متكسفش إيدي قشطة يعني. دلوقتي تروح لأبوك تلاقيه بيتصف بطبع الرخامة، اللي هو تخش عليه تقول له بابا أنا عايز العيدية، يقول لك ده عيد لحم، لا ده عيد أضحى، طالما أنت هتقفي على بعض بقى تقول له أنا عايز العيدية وحرام ده يعني عيد وكده وكل سنة وأنت طيب، يقول لك يا ابني عايز العيدية ليه؟ يا هو هجيب حشيش يعني عادي، هكدب عليك هجيب حشيش. المهم يعني تخلص من قصة أبوك. وعندنا مراسم غريبة جدا في مصر في عيد الأضحى. والله اللي هو يعني طبعا كله بيضرب حشيش، كله بيبقى صايم قبل المغرب يضرب حشيش بعد المغرب، ده عشان احنا ثابتين على مبادئنا يعني. غير كده بقى تيجي بعد الصلاة تلاقي الدم في الشوارع ايه، ما تفهمش هل دي كانت غزوة ولا ناس بتقتل بعض ولا يعني لو حد غريب مش هيفهم. وتلاقي بقى واحد طالع كده جاي، ده فتاي بقى ده تلاقيه جاي حط ايدك في الدم، يا تحط ايدك في الدم يلا تاخد بركه ويمنع عنك الحسد، مش عارف بيجيبوا منين الكلام والله. انت يعني فاهم على كده نستحمى بالدم بقى يعني، لو بيمنع الحسد نستحمى بالدم. المشكله ان هو يقول لك يا ده في بركه، يلا مش تحط ايدك في الدم، طب اهو يقوم لازقها في وشك فاهم، يقوم كده حاططها في قفاك على الجلابيه على العربيه على الحيطان، تفهمش والله، ده تحس انه فاهم ناس بقت فامبايرز. يقول لك يا ابني كل الكبده نيه وهي طالعه من الذبيحه، لازم تاكل الكبده نيه، فتقول له ليه؟ يقول لك مفيده، تقول له مفيده في ايه؟ يقول لك معرفش بس هي مفيده معروف. يا عم انا مصاص دماء ايه ده؟ ولا عشان كده تلاقي بقى على تاني يوم العيد الحشيش مع الدم، فتلاقي الناس بقى بقت زومبيز، تلاقي الناس ماشيه كده يعني، تلاقي ناس كده غريبه. فيا جماعه والنبي ارحمونا من الفتي، وكله يسيب العوديه في الكومنتات، واللي هيقول لي ده عيد لحمه اعمل له بان امين. فبس كده شكرا، كل سنه وانتم طيبين.